السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي كلكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا جماعة؟ ان شاء الله الجميع يكون بخير. اهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير يا رب، وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا، اللهم امين يا رب العالمين. وكل سنة وكل اخواتنا في الجزائر، ومش بس في الجزائر، في كل الامة العربية والاسلامية بألف خير، وربنا يفك كرب الجميع. طبعا احنا لسه مع الجزائريين في رمضان وتحضيرات الجزائريين في رمضان والاجواء الرمضانيه في الجزائر، ولكن المره دي مش هننقل تجربه الجزائريين، لا، هننقل تجربه بعض العرب اللي موجودين في الجزائر، زي اخ مصري ابن بلدي طبعا تحيه ليه، واخ فلسطيني طبعا في الشعب الفلسطيني حبيب الجميع، تحيه ليه ولكل شعب فلسطين. تعالوا نشوفوا اول رمضان ليهم في الجزائر عملوا ايه وهم بيتكلموا على ايه. هنعرف كل اللي هنعمله، بس هنكسب ثواب ان احنا هنصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. شوفوا الفيديوهات دي ونرجع نعلق عليها. بصوا بقى، النهارده انا جاي لكم بحاجه وعره بالزاف، البراك العنابي. البراك العنابي بايادي مصريه على اراضي جزائريه. اختي العزيزه، ما كان لا تزيد عليها الراجل وتقولي له راني طول النهار في الكوزينه ونطيبوا منا من هيك. شوفوا معايا الفيديو. والحاجه اللي هي من اساسيات البراك اللي هي البطاطس دي يا جماعه. البطاطسية انا كنت مقشر. تاني حاجه من الاساسيات البراك البصل، زي ما انتم شايفين هنفضل ننضفها. صوتي براك يعني كزبر نقطعه زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا طبعا زدت بمعلقه سمنه اهي. هنا بنزل بالبصل بتاعي، وهنا لحظه نزولنا اللحمه المفرومه. كده بقى اللي انت ممكن تحطيها على اللحمه المفرومه هي جوز الطيب، بلحه جوز الطيب زي ما انتم شايفين دي تحفه اهي. طبعا بعد ما سلقنا البطاطس هنحط لها مغرفة سمنة، تمام، وهنحط عليها الفرماج بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. ده هبدأ بقى اشتغل اهو، اخد مغرفة بطاطس زي ما انتم شايفين بالحجم ده اهو. مغرفة هريسة اهي، دي مغرفة يعني شوية برك اللي بيحبوا سبايسي يعني. طبعا احنا وصلنا لحد كده، هنروح بقى ايه نحط الزيتون زي ما انتم شايفين كده. بعد كده شويه بصل اهو، مش كتير يعني الحاجه، شويه بقدونس اهو، تمام لحد كده حلو. اكتر بقى فنداشي، اكتر ها، لان البنه بتاعته هي في الفنداشي. مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، بس يحب العظمات يحط، ما يحبش هو حر، تمام. بعد كده اروح قافله مربع بقى اهو. تدخل تتريق او تتكلم، اختي العزيزه انا بجتهد والله، يعني بجتهد ان انا اعمل حاجه بايدي قدام الناس، تمام. مش عارف يعني مش راضيه تقفل. طيب ماشي يا جماعه اهي براك عنابي سمبر صوب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. هو انا حطيتهم في الطاسه في الزيت زي ما انتم شايفين ما شاء الله. طبعا انا حطيتهم من الاول علشان مش عارف اشتغل بدون تريبي او اي حاجه. بصوا يا جماعه انا لفتهم اهو ما شاء الله، تقريبا كده تقريبا يعني المهمه لحد دلوقتي ناجحه بسلام. طبعا وهي دي النتيجه النهائيه يا جماعه اهو. البراك العنابي بايادي مصريه على اراضي جزائريه. والله العظيم ثلاثه عايز اقول لكم ان الشكل تحفه ما شاء الله، والطعم. انا اول مره اعرف ان البراك بيتعمل في بطاطس. انا بحسبه زي عندنا كده الجلاش او الرقاق، بيتحط له لحمه مفرومه بس. قولوا لنا بقى في التعليقات هل الاخ المصري بيعمله ده هو فعلا هو ده البراك ولا لا. لو كده نحاول نجربه يعني هي ما فيهاش حاجه. احنا خلصنا دلوقتي من اخونا المصري اللي موجود في الجزائر. تعالوا بقى نشوف اخ فلسطيني في الجزائر حصلت له حاجه غريبه جدا. تعالوا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، ونشوف الغربة في الجزائر حلوة ولا صعبة. ده اللي هنشوفه مع الفيديو اللي جاي. انت في نعمة كبيرة يكون عندك جزائري جارك. حلوة الجزائر جار، انا الدولة كلها جيراني، انا في الجزائر نصها بس. شوفوا معي، تكون هيك فطور رمضان يوصلك الصينية هاي حلو، وباقي جيرانك التانيين يجيبوا لك الشيء هذا حلو. ولسه في كمان ناس كلموني قبل شوي بس بدي اكل، حكوا لنا ننزل لك نبعث لك. قلت لهم وحدوا الله، هاي جيراني الاثنين جابوا لي انتوا غدوه. فوالله يعني انا بموت على البراك والفريك، وهذا مثوم والشلاطه
و عالم تاني كلام نعم. صحة فطوركم. والله مش عارف شو احكي الجزائريين، الموضوع مش موضوع اكل، واحد يقدر يطبخ اي حاجه عادي. موضوع انه كيف مقيمك وحابك عنده اخوه حاجه كبيره والله. راح ندمع عبالكم. يلا السلام عليكم، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، وبحب الجزائريين من كل قلبي. سلام. إذا جرك جزائري فأنت في أمان. الجزء الثاني هذه المرة في إشي مش طبيعي، أنا بقولكم يعني أنا حتى هنستكشف معاكم. هاي أذن الأذان. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اليوم الثاني من رمضان يا حبيب الله. بطاقتك ولسه بطاقتك الجيران لسه بطاقتك. يلا مين؟ الله. اوه والله جابولي بزاف. ماشي قول لها بابك بارك الله فيه، شكرا له، صحة فطورك، الله يسعدك. غدوة يا صاحت. يا الله انا حاسس حالي احرجته، بس انه حرام يعني طلعوا الاكل. يعني شفت الصينية كبيرة والعف شلتها. هذه شلاطة او سلطة، هذا حبيب قلب البراك، هذا حبيب قلب الشوربة الافريقي. هسه هذا طاجين زيتون صح؟ طلع انا داكل كل هذا. طيب وهذا الحلو هذه كسرة صح؟ لا مش كسرة، هذه نسيت اسمها. وهذه شاورمتي طبعا، انا بعت لهم شاورما، بعت للجيران عندي شاورما، وجابوا لي حتى الشربات يا ودي، ولا عصير الجو ولا تحكي عنه. وبعدين لا اله الا الله. يا ربي صحة فطوركم، صحة عيدكم، وصحة رمضانكم، وبنحبكم، وسلام عليكم. بدي اروح اكل. باي باي. وش عمي والله جابوا لي جيراني. ليش جابوا لي؟ والله جابوا لي. اسمع قل لي. انا عشاك يوم يفطرك يومين كاين نجيبوك جارك مدو ولا صدقوا ولا دبر راسك. انا عشاك الله يعطيك دايما عشاك. بارك الله فيك. بارك الله. وانت دبر راسك اللي يجيبوك زياده مدها ولا صدقها. الله يسعدك. بارك الله فيك. شكرا لك صاحبة عمي. وي صاحة يا صاحة ضياء صاحة عايشك. طب بارك الله فيهم هادو كمان. انا جامد. طيب لا هيك كتير. لا هيك كتير. الله يفضل عليك، الله يزيدكم يا رب، الله يحفظكم يا حبايب القلب. الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فهذا جار الثاني. السجن الاولى جابوا لي هدول حلو، فقلت لهم خلص انه لا مش هيزبط، فجابوا لي. فقلت لوليدي الصغير قلت له لا اخويا والله جابوا لي الناس. فلو حكى لي لا، فنزل بابا من فوق وجاب لي الاكل. والله كل الحب للجزائر والله، والناس الجزائر واهل الجزائر بسلام. صحة فطوركم. يرون الجزائريين امبارح جابوا لي اكل حلو، وانا اليوم ودي لهم اكل اليوم الثاني في رمضان في الجزائر. يعني ايش يوم منه هم جابوا لي حاجه كثير، انا جبت حاجه صغيره صحن شاورما. انا والله بعمل اشياء كثيره الصراحه مع يعني المفروض نعمل شورى بتاعتنا فلسطينيه السلطه الغزاوي، بس الصراحه نمت وهذا وفقت على السريع. جبت الاكل بالسيف لحقت. فالمره الجايه نعمل لهم ايش شوربه وسلطه واشياء هيك زاكيه. يلا سلامات. طبعا الشاورما هاي انا اعملها شاورما غزاويه اصلا، الطريقه الغزاويه فهمتوا علي؟ فان شاء الله تعجبهم. سلام. هذا الفيديو لكل المتابعين الجزائريين اللي عم بيعلقوا الان كلهم على الفيديو تبع الفطور. الفطور الاول اخذته من جيراني انا تمام، بس الفطور كان كتير حلو. فاجى جار الثاني، انا مش من يعني انا هو صح عيب انك ترد حدا، بس انا كيف خفت ما اعرفش اكله، يعني ما اقدرش اكله لانه كان الفطور الاول كتير. لكن بعدك نزل لي جار الحمد لله واخذتهم تمام، والحمد لله سيبو هذا الفطور الثاني. فالفطور الاول انا اكلته مرتين، وهذا الفطور تو كملته مريقل. فانا من لما ما قلت له لا مش عارف شو اعمل حلو،
والواحد لسه صايم مش مجمع، فبس والله تمام. فانا خفت اضل عندي وما اكلوش، لكن الحمد لله هنا كليته وقع وبصحتي وبصحتكم وصحة فطورك وصحة رمضانكم وتحية جزائر وتحية فلسطين وشو كمان، ويلا صحة سحور كويس ساعة زوجتك. سلامات حبايب القلب. بقول لك في عندي جزائريين انه انت حد يجيب لك اشي ترجع له فيها شوية سكر. احنا عنا شوف الصورة، يعني انا بفهم في العادات بفهم في كل حاجة تلاقيش. احنا عنا لما حد يجيب لنا اشي تمام في الصحون تاعه او المواعين المواعن بنرجع له فيها ماكلة نورمال، فهمت علي؟ فشكرا لنصيحتك بس تلاقيش الامور تمام. لكن انا ارجع اشي تاني مش ماكلة، اصبر نفريك. حنرجع لهم حلويات فلسطينية تلاقيش، وهي كمان نوع تاني، في كمان نوع تالت هسه دوك هنخدم فيه. هذا حلويات انا بخدمها الصراحة، يعني بخدمها هون في الجزائر وببيعها على النت. فشكرا على النصيحة. صحة فطوركم صحة صيامكم صحة رمضانكم صحة سحوركم. تعالوا تدلعوا معي في طاجين الزيتون. يا محمد طلع صلاتك يا محمد، اطلع صلاتك يا محمد. الصراحة أول مرة آكل طاجين زيتون بهذا الطعم. يا الله الشاطة جنون. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. مشان نسمي كتر الزكاوة يا عمر يعني. ولك واو عن جد واو ما شاء الله تبارك الله. جيراني تسلموا كتير جيراني والله انكو كفو، والله انه لذيذ. واو نار عالمي. طبعا معشوق الملايين البوراك الجزائري، معشوق الكوكب كله، لكن عن عمري انا. الله 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 واسم الله يا عمري. شو جيراني شكرا لكم، جيران جزائريين تهلوا فيا الصراحة. عذاب مش عارف شو اكل يا اخوان، اقسم بالله ما عارف شو اكل سلطه ولا اشرب عصير ولا اشرب فريك ولا اعمل هذا ولا هنعمل شاور ولا روح يا شيخ ولا هانا ولا طلع يا اخو. شو في عالم تاني، انا في عالم تاني. لما يكونوا جيرانك الجزائريين بيحبوك بس هذا اللي بطلع معاهم. شوف يا ودي كنت راح نفطر هادو جيران الاولين، جاب لي هادو ولي هادو، قلت لهم بارك الله فيك وشكرا لكم والله. مش يعني قلت لهادول كتير انا كيف بدي اكل كل هذا؟ السؤال كيف بدي اكل كل هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا عامل شاورما حلو، طبعا جابوا لي الشربات جابوا لي التمر حلو. راحوا جيراني التانيين جابوا لي هدول، لا اله الا الله. فقلت لجيراني هدول التانيين والله جيراني الاولين جابوا لي اكل. قلت له وليد، راح وليد طلع لفوق نزل لي بابا قال لي لا عمي احنا هنجيب لك. فهسه بدي بالمعلقة اخذ مغرفة من هان ومغرفة من هان، شوية بوراك من هان وشوية بوراك من هان، شوية فريك من هان وشوية فريك من هان، شوية شلاطة من هان شلاطة من هان، شوية طاجين من هان شوية عارفوش من هان. فهنعمل المذبحة. سلام صحة فطورك ولك يسعد رب الجزائريين ولك اموت عليهم انا بحبيب القلب والله. يعني قد بنحكي بنحبكم فانتوا تحبونا اكتر الصراحه، فاحنا بنحبكم اكتر منكم وانتوا بتحبونا اكتر. مش هنخلص الفيديو هفطر. سلام. صدقوني عايزه اقول لكم الفيديو ده مش محتاج تعليق، الفيديو ده مش محتاج غير دعوه حلوه لاخواتنا الجزائريين. ربنا يبارك فيكم يا رب على اللي بتعملوه، وقد ايه انتوا ناس طيبين جدا جدا. واكرام يعني الضيف عندكم مش بيحس ان هو تقيل او مش بيحس ان هو مرغوب فيه. ويمكن العادات دي كانت موجوده برضو عندنا في مصر بس بقى اختلفت عن الاول بكتير، ولكن بجد اجواء مفرحه جدا. وفي حاجه تانية عايزه اقولها، يعني انا شفت البوريك وهو بيجيله وبياكله صغير، لكن لما شفت الاخ المصري عمله كبير. ليه بقى؟ لان احنا في مصر بناكل كميه اكبر من الجزائر ولا ايه؟ قولوا لي برضو في التعليقات. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم محبوبين اكتر واكتر من الشعوب العربيه
وكل الشعوب الشريفة اللي بتحب الشعب الجزائري الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.